ወንድም ፊት ላይ ፈገግ ማለት ለአንተ ሰደቃ ይላል ሱብሃንአላህ ይሄ እንደዚህ ሹፍ መሳቅ ራሱ ለወንድም ፈገግ ብለ የደስታ ፊት ማሳየት ለአንተ ሰደቃ ይላል እኔ አንድ ዘጋችሁ በመሞታቸው እንደሆነ ስለታወቀ ማን ይሄን ሪዝቅ ያዛዛረ ያድለው እንደሆነ ህዝብ አወቀ እሳቸው ሲሞቱ ያ ሪዝቅ ተቋረጠባቸው ለካሳቸው እናመጡ ነገር ግን ዘካ መስጠት አለብን ዘካ አልሰጠም ያለሳ ሱብሃንአላህ በጣም አስፈሪ አንቀጾች ነው አላህ ያወረደው بعطائك مشمول بحلمك يحيا برحمتك ويعيش في ظل عفوك فلك الحمد في الأولى ولك الحمد في الأخرى وأحمدك حمدا يليق لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسألك اللهم أن تصلي وتسلم على خير خلق الله أجمعين على عبدك ونبيك خاتم رسلك سيدنا محمد سيد المتصدقين الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم والمتصدقين أموالهم في سبيل الله إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الله سبحانه وتعالى مجتمك هنا إزاري وتمرتاحن الصدقة في الإسلام صدقة بإسلام يالله درجة نملكتها لنا بسدست أبيت نتبوش زوري علي ناتنتنا لنا أولا عندنا درجة الصدقة في الإسلام صدقة بإسلامنا لو درجة من هالنوع ثانيا أفضل الصدقة صدقة وجه يتلاقي درجة اللاتشو بلاج صدقة وجه إنما ناتشو يتلاقي بلتا إنفاق ما درجة اللبن ثالثا سوستنيو ثمرات الصدقة عند الصدقة بمستتو دنيا آخرة من التكمال ترفعتو من النو إن لن رابعا أردتني أنواع الصدقة صدقة يتلاقي كفلو تشالوت النزا إنما ناتشو خامسا بصدقة سمي تترى قرآن لي عندي اسلمنا معزن على زكاة من النو قرآن لي بصدقة سمي تترطال زكاة من النو لأن ما نسي قباتشوال وأخيرا يمجرشو نمازج المتصدقين بالله سبحانه وتعالى من قال لي ገንዘቦቻቸውን የለገሱ ሞዴሎችን ተምሳሌቶችን እናያለን ኢንሻአላህ أمر الله المؤمنين بالصدقة الله سبحانه وتعالى قرآن لي مؤمنانا بصدقة يعزاتشوال ينسساتشوال يقول مولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنان كوي أنفقوا مما رزقناكم إنيا كلقسناتشو سيساي لقسوا ستو إلال ويقول سبحانه بل إلى ما انكسل من إلال يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتشو مؤمنا وي أنفقوا من طيبات ما كسبتم سرتاتشو كفراتشو كترو نقر صدقة ستو لقسوا إلال درجة الصدقة في الإسلام صدقة بإسلامنا يعلو درجة يعلن إن للصدقة درجة عظيمة في الإسلام صدقة إسلامنا دين الإسلام استلك بوت ألو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به نبي صلى الله عليه وسلم حديثات شولي غنى حبتن كملقسقا قرآن بس بحقه كما قوم كل على الجودة صوتنا يعلن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي أشمن لالو لا حسد إلا في اثنتين لولا تنقروش بهون نجي حسد يلم حسدنا يتكلك لنا لولا تجني تشعل لالو إنه خير سلام يسكتل رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار عند سورة الله سبحانه وتعالى القرآن نكاك ستو قرآن ستو بزا قرآن ليتم كان ميكوم بتال بميعزو يسرات بتال ولتنيو سودم وهينو ورجل آتاه الله مالا الله سبحانه وتعالى سفي رزق ستو حبت ستو فهو ينفقه آناء الليل والنهار ليتم كان الله من قر ليلك سوال
ሁለቱ ቢሆን እንጂ ሌላ ላይ ሒስድ አይፈቀድም ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ነው እንደነሱ አድርጎኝ የቁርአን ዕውቀት ሰጥቶኝ እንደዛ በቆምኩበት ሌትም ቀንም ወይም እንደዚህ ሀብት ሰጥቶኝ ሌትም ቀንም በአላህ መንገድ በለገስኩት ብሎ መመኘት ይሄ ማሰብ በእስላም አይከለከልም ወለኪን መሐል ሻሂዱ ምንድነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀብትን ከመለገስ ጋር ቁርአንን በሱ ከመስራት ጋር ጎን ለጎን አብረው ጠቀሷቸው ይሄ ሰደቃን ደረጃ ትልቅነት ያሳያል በል فوق هذا كزهم بلاي جعل النبي الصدقة دليلا على صدق العبد وإيمانه نبي صلى الله عليه وسلم كزهم بلاي صدقان يا أند باريا يتكلنيا إيمان مجلج ملكت من رجع له حديث لي نقرأ يقول عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان رواه مسلم صدقة من رجعه ما رجعه إلى أنت آخر على بكار كونه كيسوس تعلم بر لما تاقوس صدقة تصدق الله عندما يملس اللي ما رجعته الصدقة من رجعه عمنا هل مالتنا نجا من دانا مكفلة صدقة تلك درجة لمسلمنا ومن الصدقة منا يوقف له جهنو كصدقة وجست تلك بوتام يستو إطعام الطعام مجد ما بلاتنا ذكر الله في القرآن من صفات الأبرار الله سبحانه وتعالى أبرار دقاق سوتشن سيفا بحريات قرآن لي قلزها النزي سوتش يوم القيامة يجنة ننزج يفجرونها تفجيرا كأي كقراء يفصتها النزي سوتش قل أنت بحري الله كبحري تشوس من تكسا يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى من إله تعمون الطعام على حبه እነዚህ ሰዎች ምግብን ያመግባሉ ምስኪን ያበላሉ على حبه ያን ገንዘብ እየወደዱት ከነፍሳቸው ሳስተው ለሰዎች ይለግሱታል ወይም على حبه ማለት በማብላታቸው እየረኩ እየወደዱ ማለት ነው ምስኪንን ያበላሉ ወየቲመን የቲምን አባቱ በልጅነት የሞተበትን ምስኪን ሕፃን ያበላሉ ወአሲራ ምርኮኞችንም ያበላሉ ምርኮኛ ማለት ሊገለህ የመጣ ጠላት ማለት ነው ሊገለህ የመጣውን ጠላት ትንከባከበዋለህ ኢስላም ተመልከቱ ምን አይነት ዲን እንደሆነ ሊያጠቃ አንተና ቤተሰብን ሊገል ንብረትን ሊወርስ የመጣው ምርኮኛን እስልምና ሙስሊሞች በስርዓት ይንከባከቡታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገርሞ ነው ይህን ሲፋቸውን የገለጸው ከዛም በኋላ በውስጣቸው ምን ይላሉ انما نطعمكم لوجه الله እኛኮ ምን መግባችሁ ለአላህ የአላህን ፊት ፈልገን ነው لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ያከናንተ ምንዳን አንፈልግም ምስጋናንም እንዲሁ ይላሉ ምናበላችሁ አላህ እንዲወድልን ብቻ ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው يطعم الطعام له فضل عظيم مجد مابلات تلك سلمنا تلك بوتا ستوتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث من يقول أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع ما نمكو مؤمن لنا مؤمن الربوت أي مجبوهم أطعمه الله من ثمار الجنة الله سبحانه وتعالى كجنة فرافريوش يمجب يوم القيامة بمن الجي ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم عند ما المؤمنكو عند مؤمن تمتت عادتهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى رحيق المختوم يبال بمسكي تشجي جنة متتعلى كذا يادتو بهنجي سبحان الله تلك درجة الله مالتنا وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادة قدمت سلفوج قدمت مسلموج ምግብ ማብላት ከብዙ ዒባዳዎች አስቀድመው ያዩት ነበር ምስኪን ሰብሰው ማብላት እንግዳ ጠርቶ መጋበዝ ትልቅ ቦታ ይሰጡት ነበር وقد قال بعض السلف قدمت طلق عالم عند منالو لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتك 10 من ولد إسماعيل هلالو من هلالو نيكو أسر ጓደኞችን ጠርቼ የሚፈልጉትን ምግብ አዘጋጅቼ ጋብዣቸው 10 ጓደኞችን ማብላት ከኔ ዘንድ የተወደደ ነው ከምን የተወደደ እሳቸው ዘንድ 10 كإسماعيل لجوج كنبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات إسماعيل عليه السلام يسو زروج ببارنت كنبر استودكو نسو عتق الراكبة كبارنت كنبر نزع كموتات أسر باروج نزع كموتات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات زري ونتن كموتات أسر وندموچين ترچ بمغبي بلتبنيات يلالو
ትልቅ ቦታ ነበር የሚሰጡት ሐቂቀተን በተለይ ቀደምት ሰለፎች ረመዳን ላይ ምግብን በማብላት ላይ ትልቅ ትኩረት ይሰጡ ነበር خاصة في رمضان وكان عبد الله بن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين عبد الله بن عمر يا عمر بن الخطاب لج يا نبي صلى الله عليه وسلم تعلق درسا ከየቲም ጋር ወይም ከምስኪን ጋር እንጂ አፍጥሮ አያውቅም ይላሉ ብቻ መብላት አይታሰብም እሱ ዘንድ وربما علم أن أهله قد ردوكم عنه فلم يفطر في تلك الليلة በጣም የሚገርመው አንዴ ድሆች ምስኪኖች ሊያፈጥሩ ሲመጡ አባረሯቸው እሱ ቤተሰቦች በዛ ሌሊት አልበላም ብሎ አደረ ይላሉ ያለ ምስኪን ያለ የቲም አይበላቸውም ነበር وقال بعض السلف قدمت سلفوች ምን ይላል كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ለአካባቢ ሰዎች እየተናገሩ ነው እዚህ እኮ በኒ አዲ ሰፈር ነዋሪዎች እዚህ መስጂድ የሚሰግዱ ሰዎችን ያቅ ነበር አሉ በእድሜ ገፍተው ሌላ ትውልድ አግኝተው ነው ማያበላ ትውልድ ምን አሉ ما افطر احد منكم على طعام قط وحده አንዳቸው እኮ ብቻውን አፍጥሮ አያቅም وإن وجد من يأكل معه عكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه بيت ሰው የሚመገብ ምስኪን አብሮት የሚሄድ ሰው ካጣ ወደ መስጂድ ያመጣውና ከሰዎች ጋር ይበሉ ነበር አሁን ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስናሉ እነዛ ሰዎች ቤት ይዘው ምስኪን የሚሄዱ ሰው ካለ ኸይ ወስዶ ያበሏቸዋል ወኢላ ግን ምግባቸውን ይዘው ወደ መስጂድ ይመለሱ ነበር እንዲህ ነበሩ በተለይ ረመዳን ላይ ትልቅ ትኩረት ነበራቸው ምነው በረመዳን ላይ ማስፈጠር ያለውን አጅር ያቁ ስለነበሩ ነው يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ من فطر صائما ጾመኛን ያስፈጠረ كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا ለሱ ሙሉ አጅሩ ይሰጠዋል የዛኛው የጾመኛው አጅር ሳይቀነስበት ይላሉ ያ ጾሞ ሰግዶ የዋለው አጅር እንደተጠበቀ ሆኖ ለሱ ግን የዛን አጅር ሙሉውን ይሰጠዋል በማስፈጠሩ ብቻ رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح تفطير الصائم تلك درجة له بسلمنا صومنيا ماسفتر وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان الفارسي حديث لمن يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من علو من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار ጾመኛን ያስፈጠረ ሰው ለወንጀሉ ያማስፈጠሩ ማህርታ ይሆንለታል ከጀሃነም ነፃ እንዲወጣ በር ይሆንለታል ይላሉ وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا ያስፈጠረው ሰው አጅሩ ሳይነክ የሱ ሙሉ አጅር ግን ለሱ ይሰጣል አላህ ለሁለቱም ይሰጣል ምንም አይቸግረው ጌታ ነውና قالوا يا رسول الله ይትልቅ አጅር ሲነገራቸው ሰሃቦች እንዴት እናገኘዋለን ብለው አሰቡና ጠየቁ ኢኮኖሚ የላቸውማ ያ አላህ መልእክተኛ ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم ሁላችን እኮ ጾመኛ የሚያስፈጥርበት ኢኮኖሚ የለው ይት ያገኛል አላቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ይሄን አጅር እኮ አላህ ይሰጠዋል ለማን ነው የሚሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተት እንኳን በውሃ ደባልቀህ ብታስፈጥር ወይም ተምር ባንዲት ተምር ሰው ብታስፈጥር አለም በባዶ ውሃ እንኳን ሊያስፈጥር ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን አጅር ይሰጠዋል አሉ ትልቅ ደረጃ አለው ومن سقى صائما ደግሞም ጾመኛን ያጠጣ ሰው ሊያፈጥር ሲል سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة سبحان الله ጾመኛን በጥሩ ነገር አጠጥቶ ያስፈጠረ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كان حوض نجل ياتطوال ያን ሰው ከዛ በኋላ ጥማት አይነካውም حتى يدخل الجنة جنة እስኪገባ ድረስ ይላሉ ማስፈጠር ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው በተለይ ደግሞ ማስፈጠር ሁላችን መበራታት አለብን ማብላት ስለምናው ትልቅ ደረጃ አለው فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير ነብያችን صلى الله عليه وسلم صحابዎች ጠይቋቸው ያ አላህ መልእክተኛ የትኛው ኢስላም ክፍል ነው ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው የትኛው ነው በላጭ አሏቸው قال ነብዩ ምን አሉ تطعم الطعام ምግብ ሰዎችን ልትመግብ ነው ልታበላ ነው وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
كما في الصحيحين من قالوا مجب لسوش بالتابلان كذا بحالا دمما وتقرأ السلام صوت السلام عليكم للتنو على من عرفت ومن لم تعرف أوكم على وكم يانسو مسلم مسلوكا أي السلام عليكم للتنو ያገኘውን السلام عليكم للتنو እነዚህ ትልቅ ደረጃ አላቸው አሉ በግንባር ቀደምትነት ማንም ተከሱ تطعم الطعام ምግብ ልታበላ ትልቅ ደረጃ አለው መመገብ የጀነትም መግቢያ በር እንደሆነ ነብዩ ይናገራሉ يا أيها الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مدينة لي سيجابوا عبد الله بن سلام دم يستلالفوا سيجابوا مجمرة يتناقرات حديث يتشنو إلال من قالوا يا أيها الناس إن أنت سويت شيء أفشوا السلام سلام تان أبزو كلنا السلام عليكم السلام عليكم أبزو وصيلوا الأرحام زمدنا قتلوا بيت زمدنا قاتلوا قتلوا وصلوا بالليل والناس نيام سوش دمو تنيتو እናንተ ተነስታችሁ ለሊት ስገዱ ከዛ አራተኛ ምን ተከሱ وأطعموا الطعام ምግብን አብሉ تدخلوا الجنة بسلام جنة بسلام تكوزد إذا ማብላት ዲን الإسلام ውስጥ ትልቅ ደረጃ አለው ነገር ግን ሰደቃዎች መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የተለያየ ደረጃ አላቸው ሁሉም የሰደቃ አይነቶች እኩል አይደሉም አንዱ ካንዱ ይበላለጣሉ እነማን ናቸው አብረን ነይ አወለን የመጀመሪያው በላጭ ሰደቃ የሚባለው الصدقة الخفية ደብቀ የምትሰጠው ሰደቃ ትልቅ ደረጃ አለው በዲን الإسلام لأنها أقرب إلى الإخلاص ነው ለአላህ ብቻ ለመሆን የቀረበች ስለሆነ ለብቻ ማንም ሳይምሰጠው ሰደቃ ለአላህ ብቻ ያደረካት ናት በእخلاصህ الله سبحانه وتعالى የተሻለ ምንዳ ይሰጣልና يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي ناتكو صدقان بقلس بتساتو فنعم ما هي طورنا ملكام نقرنو وإن تخفوها دقمو دبقاتشو وتؤتوها الفقراء لمسكين بتساتو فهو خير لكم يهلن أنتي تشعلن بقلس كام الساتو بقلس بتساتو يقد بقلس لستم يقبا بوتا وچالو مسجد نما السرات عندنا نقول بقلس يقد ميونالو يام بيهون يتشعلن إلى دبقو مستت تلك درجة له أفضل الصدقة من باب الزرزر قرطال ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها لزينا ونبياته صلى الله عليه وسلم دبكوا صدقة نسات وصوتشن يا موقسواتشو سريوتشن يعدانقواتشو إيشي صدقة السر تدبك مسات الصدقة تلك من ذاك الله زنت أسجنيالج كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبياتش من يالو إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى تدبك عن صدقة يا الله سبحانه وتعالى قد تطفئ تعطفوا للجلال أنت وانجل سرت الله للتسقط وتشلال صدقة وادن تعطفوا للجلال صدقة السر تلك درجة فلات لذانو قدمت سلفوش تلك تكرة يسطو تدبقوا صدقة بمستطلي زين العابدين علي بن الحسين بن علي زين العابدين مالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولدوا فاطمة لعلي رضي الله عنه داود كعلي لنا كفاطمة ما نوتو حسن لنا حسين نوتو كحسين ما نوتا زين العابدين علي بن الحسين بآيات سنة الرد زين العابدين تدبقوا صدقة بمستتي تاوقوا نبروا تلك هبتام أرلا حرقواتشو نبر فكان إذا جن الليل يحمل أكياس الدقيق على ظهره ويخرج بها في عتمات الليل والناس نيام دوكيتوچن بجونيا سرنا لليت تشكموا صوتا نيتو يالا نسو أغريتو يزورات نبرا وكان يطوف بها أحياء المدينة ليتصدق على الفقراء كتموان بلاليت بجألمو دوكيت تشكموا يملالسو نبر بي مسكينو بيت يهدو برو لياسكمتو لتا جألمانو كالله وجل على مياتشو يلمنا وكانت جماعة كثيرة من أهل المدينة بزوي مدينة نواري حزبوش تعيش وهي لا تدري من أين يأتيها رزقها رغدا أبزاني مدينة نواريوش رزقاتشو ما عندما يلقساتشو أقو بتشا بيطاتو بيمعددو دوكيت براتشو لي بجونية تصبع غنيالو الساتشو لي يزورو ميعددوت فلما مات زين العابدين زين العابدين سيموتو فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره يا هل ميمت الله رزق تقوارتا
ያኔ ምሳቸው በመሞታቸው እንደሆነ ስለታወቀ ማን ይሄን ሪዝቅ ያዛዛረ ያድለው እንደሆነ ህዝብ አወቀ እሳቸው ሲሞቱ ያ ሪዝቅ ተቋረጠባቸው ለካሳቸው ነው ያመጡልን አሉ ህዝቦቹ ወለማ ወዲዓ ዘይኑል ዓቢዲን على المغتسل زين العابدين جنازاቸው ለእጥበት ሲቀርብ نظر غاسله አጣቢያቸው ተመለከተ ገላቸው ላይ فوجدوا في ظهره اثار سواد فقالوا ما هذا تقر ነገር ጀርባቸው ላይ አዩ ይህ ነገር ምንድነው ብለው ጠየቁ فقيل لهم من አላቸው ህዝቡ انه من اثار حمل اكياس الدقيق على 100 بيت في المدينه فقدت عائلها بفقده سبحان الله ያ አጣቢ ጠየቀ ይህ ጀርባው ላይ ያለ ጥቁር ነገር ይተቆር እንደሚሸከም ሰው ምንድነው ሲባል በሌሊት ያን ትኩስ ዶቄት ተሸክመው ከመቶ በላይ ላሉ ምስኪን ቤቶች እየወሰዱ በየማታው የሚያድሉበት የዛ አثር ነው የዛ ቅሪት ነው ተባሉ ዘይኑል ዓቢዲን رضي الله عنه እንዲህ ነበሩ ቀደምት ሰለፎቻችን ለሰደቃ ትልቅ ቦታ ይሰጡት በተለይ ተደብቆ ለመስጠት ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ማንም ሳይ የምትሰጠው ነው በግልጽ የግድ ከሆነ ብትሰጠው فنعم هي ጥሩ ነው ይሄ ثانيا ሁለተኛው በላጭ ሰደቃ የሚባሉት الصدقه في حال الصحه አንተ በጤንነትህ ደህና ያለህ የምትሰጠው ሰደቃን የሚስተካከሉ የለም ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶሒህ ቡኻሪና ሙስሊም በተዘገበ ሐዲስ ላይ ይላሉ أفضل الصدقة በላጩ ሰደቃ أن تصدق وأنت صحيح شحيح አንተ ጤነኛ ሆነህና ሸሂህ እየሳሳህለት ለዛብር የምትሰጠው ሰደቃ ነው በላጩ ተأمل الغنى ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ وخشى الفقر ደግሞ በመስጠትህ ድህነትን እየፈራ የምትሰጠው ሰደቃ በጤንነት ሞት አፋፍ ላይ ሳትደርስ የምትሰጠው ሰደቃ በላጭ ነው ይላሉ ከዛም ነብዩ ምን ብለው አስተነቀቁ ولا تهمل አታዘገየው حتى إذا بلغت الحلقوم روح ጉሮሮ የደረሰች ጊዜ ያኔ ትምህጃ እንደሌለ ስታቅ قلت لفلان كذا ይሄን ሀቅ ለእንትና ስጡልኝ ولفلان كذا ይሄን ድርሻ ደግሞ ለዚህ ስጡልን አትበል አላ وقد كان لفلان كذا ለነገሌ እኮ ኦሬዲ ሆኗል አንዴ ሆኗል የሚወርሰው የሚከፋፈለው አላህ ያስቀመጠው ሸሪዓ አለ በዛ ውስጥ ገብታ ዘባርቅ እዚህ ደረጃ ሳትደርስ صدق ይላል ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ሞት ላይ ሳትደርስ ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ድህነትን እየፈራ እዚህ ሜዳ ላይ ሆነ የምትሰጠው ሰደቃ مهال الأفضل الصدقة واستقبطال ثالثا سوستنيو الصدقة مع القلة والحاجة أنت بتام يفلكو بتام تنش إيكونوميا متصدقون صدقة مستكاكلو إلم كما رواه أبو داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبياتش من يعلو أفضل الصدقة بلاج صدقة جهد المقل يتنش سو تبراتو سيساتنا وابدأ بمن تعول جهد المقل ሙቂል ትንሽ ያለው ሰው ጂሃድ አድርጎ ታግሎ የሚሰጠው ሰደቃ የሚያህል የለም ይላሉ وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام በጣም የሚገርም ሐዲስ ላይ ነብዩ ምን አሉ سبق درهم 100,000 درهم አንዲት ድርሃም አንዲት ብር ብለን እንሰደው አንዲት ብር 100,000 ብርን እኮ በለጠች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ይሄ ሂሳብ ቀመር አልገባቸውምና ወቃሉ كيف እንዴት የአላህ መልእክተኛ አሉ قال كان لرجل درهمان تصدق باحدهما አንድ ሰው እኮ ሁለት ብር ነበረችው አንዷን ሰደቃ ሰጠን አንዷን ለራሱ አስቀራ وانطلق رجل الى عرض ماله አንድ ሀብታም ደግሞ ወደ ተከምሮ ሀብቱ ብዙ ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ደግሞ ወደ ዘሃደና فاخذ منكم 100,000 درهم فتصدق بها 100,000 ብር አወጣና صدقة ستو يزي عند بري ستو سو يبلتال على رواه النسائي كما في صحيح الجامع سبحان الله أنت تنش بر نورو متستو صدقة بزو بر نورو تكمي ستو سو يتشعل أجر الله زي أفضل الصدقة جهد المقل تنش نورو متستو صدقة مستكاكر إلا زي إيكونومي تنش نور الله بلا جمع أنت صدقة بالتش إيكونومي لدعوة شكافل رابعا أردتني الصدقة على الزوجات والأولاد لبال بيت للجوج متسطو صدقانو كما في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام الرجل عند سوال نبياتين إذا أنفق نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة عند سوكو لبيت سوى ميستو يبيت وجولي يحتسبها كالله من داقين يبتها لو بلو كاسبة
ከተመኘ ይሄ ነገር ለሱ ሰደቃ ይሆንለታል በላጭ ሰደቃ ነው كما في صحيح مسلم ላይ በተዘገበው ሐዲስ يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ أفضل الدنانير በላጭ ሳንቲሞች እኮ ዲናር ينفقه الرجل على عياله በላጭ ገንዘብ ማለት አንድ ሰው ከምስኪን ይልቅ መስጂድ ከማሰራት ይልቅ ለቤተሰቡ ቢሰጠው ሳንቲም ቤተሰብ ችግር ላይ ሊሆን ይችላል ያመርዳል ቤተዘመዶችንም እንደዚህ خامسا አምስተኛው ደግሞ በላጭ ሰደቃ ከሚባሉት ውስጥ الصدقه على القريب لقرب زمدوች የሚሰጥ صدقه ነው يقول عليه الصلاه والسلام كما رواه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجه በዚህ ሐዲስ ላይ ነብያችን ምን ይላሉ الصدقه على المسكين صدقه ለአንድ ምስኪን የምትሰጠው ሰደቃ እንዳንድ ሰደቃ ይጻፍልሃል وهي على ذي الرحم اثنتان ለቅርብ ዘመድ ግን የምትሰጠው ሰደቃ እንደ ሁለት ይጻፍልሃል ሁለት ምን ያስገኛል ሰደቃቱን ወሲለቱን አንድ ለምስኪኑ እንደሰጠው የሰደቃ አጅር ለቅርብ ዘመድ ሰጠ ይያዝልሃል ሁለት ደግሞ ወሲለቱን ሲለተ الرحم ቀጥላል ሁለት አጅር አለ ስለዚህ የሚበልጠው ነው ለምስኪን ከመስጠት ምስኪን ለሆነ ለቅርብ ዘመድ መስጠት የዝምድና አጅር ታገኛለህ የሰደቃውንም አጅር ታገኛለህ አቡ ጠልሐን ብንመለከት ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ታላቅ ሰሃቢ ነው ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ሀብታሙ የሚባሉት ሰሃባ ናቸው አቡ ጠልሐ መስጂዱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ፊት ለፊት አንድ ትልቅ ማሳ አላቸው ይህ ማሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ እየገቡ ጣም የሚያምር የሚያጓጓ እሱንም ልቡን ያሸነፈ የማረከው ትልቅ ማሳ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየገቡ ውሃ የሚጠጡበትም ጉድጓድ አለው كزام راوي الحديث أنس رضي الله عنه من فلما نزلت هذه الآية إتشان كزد نورد الله سبحانه وتعالى من إلى الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكوا يطرون قر من داوم جنة لن تنالوا أتاقنيتم حتى تنفقوا مما تحبون كم تودت نقر اسكال ستأتشو درس من آيات سيورد قاموا أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم متعنا فقال يا رسول الله أنت يا الله ملكتنا إن الله يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى قرآن لين نزيلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن تكون جنة وملكا وتيتنا تاغنيوم كم تودت نجر اسكال ستاتشو إلال وإن حب أموالي لي كان يزن روات أمي توددو جنزب يهي مسجد في تلفت يعلو تلقوا معصينو نبرتينو وإنها صدقة لله ይሄ ንብረቴ እንዳለ ለአላህ ሰደቃ ይሆንልኝ በጣም ወደው ስለሆነ አላህ የምትወዱትን ቃል ሰጣችሁ ጀነትን አታገኙም ብሏል ስለዚህ ለአላህ ሰደቃ ይሆንልኝ አርጁ ቢርሃ ወذكرها عند الله እኔ የዝችን የሰደቃው ምንዳ ጥሩ ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እፈልጋለሁና فضحى يا رسول الله حيث شئت አንተ አላህ መልእክተኛ እፈልክበት ቦታ አስቀምጠው ለፈለከው ነገር አውለው አላቸው አቡ ጠልሃ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገደሙና ምን አሉ በኺም በኽ ማሉን ራቢህ በኺም በኽ ማለት በአረብኛ ጉድጉድ አጀባጀብ እንደማለት ነው እንዴት ትርፋማ ገንዘብ አቡ ጠልሃውን ሰጣሉት ወቀድ ሰሚዕቱ ማ ቁልተ فيها በማሳው ጉዳይ ላይ ያልከውን ሰምቻለሁ ኢኒ አራ አን ተجعلها في الاقربين ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉት እኔ ግን ለዘመዶች ብትሰጠው ይታየኛል አሉት ለቅርብ ዘመዶች አከፋፍለው እኔ ለሌላ ሰው ከማከፋፈለው ላንተ በላጭ ሰደቃ ለቅርብ ዘመድ መስጠት ስለሆነ ለነሱ አድርገው አሉት فقال ابو طلحه من على افعل يا رسول الله أنت الله ملكتن يعززاتشون رجعلوا علينا فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه رواه البخاري ومسلم أبو طلحة لقرب زمنوچو لاغوتو شرجوچو تانهين بر أكففلو رضي الله عن أبي طلحة الله يودد أبو طلحة ስለዚህ ለቅርብ ዘመድ የሚሰጥ ሰደቃ ደረጃው ትልቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ብር አምጣው ለፊ ሰቢልላህ ብለዋለሁ አምጣው ለሌላ ምስኪን ይሰጣል አሉ በል ለቅርብ ዘመዶቻቸው አድርገው ሱብሃንአላህ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ ይህ ለአቡ ጠልሃ የመከሩትን ሐሳብ ሲያጠናክሩ ይላሉ አፍضل الصدقه በላጩ ሰደቃ ሰደቀቱን على ذي الرحيم ለቅርብ ዘመድህ የምትሰጠው ሰደቃ ነው ይላሉ سادسا سدستنياو كبلاጭ صدقاዎች ውስጥ الصدقه الجاريه ሚጎራበቴ ሆነ ለወደፊት ከሞትክ በኋላ የሚደርስ የሆነ ሰደቃ መስጠት ነው يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ اذا مات الانسان የሰው ልጅ ሲሞት انقطع عمله الا من ثلاث ስራው ሁላ ይቋረጣል ከሶስት ነገሮች ሲቀር صدقه جاريه
ድንገት ትቶት የሄደው ሰደቃ ጃሪያ ካለ የሚከተለው ቀብር ላይ የሚጎራበተው ካለ አው ዒልሙን ينتفع به ወይም ሰዎች የሚጠቀሙበት ዒልም አስተምሮ ሄዶ ከሆነ አው ወለዱን ሷሊሁን يدعو له ወይም ደግ ልጅ ለሱ ዱዓ የሚያደርግለት ልጅ ትቶ ሄዶ ከሆነ ይህ ሰው ከሞት በኋላ ከሚከተሉት ስራዎች እነዚህ ናቸው ይላሉ ረዋሁ ሙስሊም ስለዚህ ሰደቀቱል ጃሪያ ማብዛት አለብን እኛን ከሞትም በኋላ የሚከተለን አጅሮችን መጃላቱ ሰደቀቱል ጃሪያ ሰፊ ነው ሰፊ መስክ አለው ይሄ ከሞት በኋላ የሚከተለን አጅር ዱንያ ላይ ተተነው መንሄድበት ማለት ነው አንደኛ ሰቅዩል ማኢ ወሐፍሩል አባር አካባቢው ያለን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዶችን መቆፈር ለሰዎች ውሃን ማጠጣት ይህ ሰደቃ ከሞት በኋላ አጅሩ ወደ አንተ ይመጣላል ያ ሰው ያን ውሃ በተጠቀመበት ሁሌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء بلاج صدقة سوتشن وها ما تتأثني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ስለዚህ ሰዎችን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዶች መቆፈር የመስጂድ ቧንቧ ማስገባት ይህ ከሞት በኋላ የሚከተል ሰደቃ በላጭ ሰደቃ ነው بناء المسجد ሁለተኛው መስጂዶች መገንባት كما في صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام ነብያችን ምን ይላሉ من بنى مسجدا يبتغي بها وجه الله يا الله سبحانه وتعالى ፊትን ውዴታን ፈልጎ መስጂድ የሰራ ሰው بنى الله له بيتا في الجنة الله سبحانه وتعالى جنة بيت يسرلታል سبحان الله ነብያችን ምን አሉ من حفر بئر ماء ውሃ ጉድጓድ ሀቆ የቆፈረ ለሰዎች የውሃ አቅርቦት ያቀረበ ይሽረቡ منه كبد حر የተጠማ አንጀት ሆድ ይሄን ነገር አይጠጣውም من جن ولا انس ከጅንም ይሁን ከሰውም ይሁን ولا طائر ከአዋፋትም ይሁን ገብተው ከተጡት الا اجره الله يوم القيامه الله سبحانه وتعالى بزيه ملكو أجر يسطو بيكون نجي ومن بنى مسجدا كمبحث قطرات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة يرقب وف مارف يمتحل مسجد يسراسو أو أصغر كزين ميانس يسراسو تنشن بيون أصفاص ورقيالونه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جنة سبيت جنة تدليل